حلقاتك برجلاتك، يوم ورا يوم تبقي ست البنات. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الاول كده ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، واللي ينسى يعمل لايك قبل ما تكملوا الفيديو اضغطوا لايك دلوقتي. يوم من ايام البلد يا جماعة، تابعوني الفيديو للاخر هتشوفوا حاجات هتعجبكم جدا جدا. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عيش احنا بننشفه علشان خاطر ندقه ونطحنه، يعني كده يبقى اكل للطيور. يعني انتوا عارفين الغدا اللي احنا فيه. تمام. آه، ده بط عادي، تلغيغ البط عادي، انتوا شفتوا معايا قبل كده. واحنا بنلغي البط، وتلغيغ البط ده مفيش فيه اي ضرر للبط ولا اي حاجة. احنا مجرد ان احنا بنأكلها علشان خاطر جسمها يملى، فلما نيجي ننضفها ما يبقاش فيها ريش، الريش الصغير اللي بيبقى شكله حلو واحنا في الاكل ده واحنا بناكل. يعني البطية تمام مية مية، ايه اكلت وشبعت وتمام مية مية. ندخل بقى على الرنجة الجميلة وحلاوة الرنجة وجمال الرنجة وعلى عشاق الرنجة زي حالاتي كده. زي حالاتي، زي حالاتنا كلنا بنحب الرنجة وبنحب السردين وبنحب كل حاجة. احنا ما بنحبش الفسيخ، مفيش حد فينا بياكل فسيخ. احنا عندنا السردين بتاعنا ده اللي هو اصلا بيبقى سمك الرنجة المملح، بالنسبة لنا ده احلى من الفسيخ بكتير. يبقى فسيخنا سردنا. تمام. الرنجة احنا بنحب نشويها، ما بنحبش ناكلها نية. وما بنحبش نعملها على عين البوتاجاز كمان علشان خاطر الريحة بقى والدخانة والكلام اللي انتوا عارفينه ده. انا في العادي بحب الرنجة، بحب انضفها وبعدين ايه بشوية زيت صغيرين ادخلها الفرن. بس هي كانت متلجة واحنا كنا مستعجلين بصراحة وكان النور قاطع وكده، فهي اتعملت بالطريقة دي، شوية زيت كده في الصينية واتشوت ومية مية. ده طبعا الزيت اللي طلع منها كله. هنا حطيناها في اطباق اهو بقى، وعصرنا ليمون عليها، وكانت حاجة عسل عسل عسل. ادخل بقى على الفطار المتين ده اللي ناكله من هنا نقعد جنبنا. يعني اللي ياكل الفطار ده يبقى عايز يقعد ما يعملش اي حاجة. انا عن نفسي اكل الفطار ده اقعد واتنح. سردين ورنجة وبطاطس وبتنجان وبصل وكله كوم، وطعمية قصدي، وكل كوم، والبصل ابو خل ده كوم تاني خالص، وكان في جرجير وخس وكلام عالي خالص يعني ومخلل. وكانت الدنيا بصوا ما اقولكوش، انا واحده من الناس اكل الاكله دي هبقى عايزه ترمس شاي جنب مني، وافضل طول النهار بقى على كده ترمس شاي وازازه ميه. وانسى بقى، انسي بقى تعملي اي حاجه في اليوم ده. كلكم. والبصل ابو خله وكوم تاني، او البصل الاخضر عامه، البصل آه بجميع انواعه يعني. الاكله دي على طول. تعالوا بقى هنا، اللي وصل لحد هنا بقى وما ضغطش لايك يضغط لايك ويكتب لي تعليق جميل منكم. كان اسبوع آه بنت اخو ابو مروان، يعني بنتي سيلفي وبنتي سيلفتي. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، قادر يا كريم. يا رب الزوج والزوجة اللي نفسهم في ذرية صالحة لنفسهم، يا رب ربنا يعوض عليهم، ربنا يعوض عليكم يا رب، وربنا يكرمكم، وربنا يخلي لنا أولادنا جميعا، أولادنا كلنا، أولاد العالم كلها، وربنا يحميهم وربنا يبعد عنهم أي حاجة وحشة، ويبعد عنهم المرض ويجعلهم صالحين وبارين يا رب العالمين. أهم حاجة ربنا يجعلهم صالحين وبارين يا رب العالمين. آه هنا بقى ايه يعني، متنسوش بقى ايه تكتبوا لي تعليق جميل منكم. تمام. هنا بقى بنعبي طبعا السبوع، انت عارفينه بقى بيبقى فشار وملبس وايه وبونبوني بقى وتوفي وكراميلا وحاجات من اللي انتوا عارفينها دي كلها. دي كان اسبوع حاجة بسيطة كده علشان نفرح الاولاد بتوعنا، بس يعني ايه ما عملناش اسبوع جامد يعني ايه طفايات بقى وحاجات من دي. احنا عملنا حاجة رمزية كده نفرح بيها نفسنا ونفرح بيها اولادنا. طب كلنا الحمد لله كنا قاعدين كلنا بنعبي وكلنا كنا فرحانين يا رب. ربنا يا رب يخليها لهم ويبارك لها ويبارك لهم فيها هي واخواتها، قادر يا كريم، ويحميهم يا رب. وربنا يرزق تاني كل مشتاق ويعوض على كل اللي نفسه في ذرية صالحة يا رب العالمين، ويخلي لنا اولادنا. طبعا هفضل ادعي لان دي احلى حاجة في الدنيا، ولازم ندعي كده، ولازم آه نبقى قلبنا على قلب بعض يا جماعة. وما تنسوش بالله عليكم، بالله عليكم ما تنسوش تضغطوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. معقول لحد دلوقتي مش عارفة اجمع 1000
اخت، مش عارفة اجمع 1000 صديقة، 1000 صاحبة، 1000 ام، 1000 اخت. يعني ادعموني شوية بالله عليكم. طبعا زي ما قلت لكم احنا كلنا كنا قاعدين، يعني الرجالة والستات، اطفال، مراهقين، نص نص، الحاجات دي كلها كنا الحمد لله. ربنا رب يديمها علينا نعمة، وربنا يديمها علينا فرحة. طبعا بقى اللي كان بيعبي واللي كان بيربط زي ما انتوا شايفين كده بيقفل في الاكياس. الاكياس دي بيجي معاها اللي بتاع اللي انتوا شايفينها، بيقفلوا بيها، دي انا مش عارفة اسمها ايه بصراحة. وكنا قاعدين بقى، يعني احنا كنا بنعبي شوية وكنا بناكل شوية. يعني كنا بنعبي شوية وكنا بناكل شوية، اكيد يعني مش هنقعد ساكتين احنا عامة يعني، ولا هنقعد في حالنا. لازم لازم الشوية دول. عارفين انتوا صح؟ شايفين احنا بنقفل الاكياس اهي. وهوريكم برضو شكلها في الاخر، بس ما صورتهاش هنا على طول يعني ايه. آه، تابعوا معايا الفيديو للاخر وانتوا هتشوفوا كل حاجة. تعالوا هنا بقى، علشان احنا بنولع الولعة اللي هنرش عليها الملح. هتقولي لي ليه؟ هقولك معرفش، واللي يعرف يكتب لي في الكومنتات. طب تعالوا هنا، احنا بنخبط في الغطيان بتاعة الحلل دي ليه؟ هقولكوا برضو معرفش، اللي يعرف يكتب لي في الكومنتات. تمام. احنا بنقول هنا حلقلتك ما علينا ما علينا. هنا بقى احنا بنرش الملح على الولعة. الملح ده فيه 7 حبات، اي 7 حبات انتوا بتحطوهم عليهم. عدس ماشي، اسمها ايه، حلبة، اي حاجة. المهم هنا سلفتي خطت ال7 خطات اللي بنخطيهم على الولعة. بصراحة ما جبتهاش علشان دي خصوصية ما ينفعش ان انا اجيبها. هما دلوقتي بيرقوا النونة على الولعة بالملح. وعلشان خاطر اختها الصغيرة والغيرة انتوا عارفينها بتاعة الاطفال، فقالوا ايه لما نلففها هي كمان على الولعة. تمام. تعالوا بقى احكي لكم موقف حصل معايا هنا، بس الحمد لله ربنا سترها. الموقف اللي حصل معايا هنا في الاول هقول لكم، احنا هنا بنغربل النونة، ما تخافوش هما ما بيخبطوهاش في الارض جامد يعني. ليه برضو هقول لكم، معرفش، اللي يعرف يكتب لي في الكومنتات. تمام. هحكي لكم موقف حصل، ربنا يسترها يا رب. عملت فيها البطله الشجاعه بقى، وقلت اما اشيل اللي بتاع اللي فيها الولعه دي انزلها تحت علشان خاطر الاولاد او محدش يتعور او لا قدر الله يحصل حاجه. وانا بشيلها بقى وشايلاها، الملح انتوا عارفينه لما بنحطه على النار بيطرقع. فراح جاي الملح مطرقع، وطرقع فين بقى؟ الحمد لله يعني والشكر لله، طرقع في عينيا. طرقع فين يا جماعه؟ الحمد لله طرقع في عينيا. ربنا سترها بقى. حسيت ان عيني دي بقت زي ما تكوني جبتي شطه وحطيتيها فيها. بس جريت الحمد لله ورحت جايه ايه حطها، حطيتها تحت المية الساقعة فترة طويلة، وبعدين قفلتها شوية. الحمد لله ربنا سترها، الحمد لله ربنا سترها. هنا انا بوريكم شكل عينيا بقى بعد ما قعدت ساعتين كده، على الحمد لله ربنا ما كرمني، الحمد لله ما حصلش حاجة. تعالوا بقى هنا ندخل على الغدا. طبعا مش هنقعد اليوم كله من غير غدا طبعا. فقلنا هنعمل ايه؟ هما طبعا كلهم اقترحوا هنعمل شوي. هنعمل شوي ايه؟ هنعمل فراخ وهنعمل كفته. وما تقولوش ليه الفراخ غاليه، عشان غصب عننا وفي ناس عايزه تاكل وكده يعني، مش علينا احنا بس يعني. وكفته. انتوا عارفين هفف 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 يا عم الحاج هفف. انتوا عارفين ان احنا اصلا شغل جوزي وكده في المشويات وكده. فايه احنا بنفضل ان لما بيكون في عزومه او ما بيكون في تجمع او حاجه نعمل مشويات. شايفين الفراخ؟ عايزه تسالي على اي حاجه بالنسبه للمشويات برضو اكتبي لي في الكومنتات وانا هرد عليك. عايزه تسالي على فرمه الكفته بتاعت الحاتي الاصليه برضو عرفوني وانا هرد عليكم. احنا بنشمع هنا الفراخ الاول وبعدين بيسووها، بتبقى احلى، وده شغل المحلات. تمام. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.